السلام عليكم، انا زيكا والنهارده هنتكلم عن ماتش ريال مدريد والسيتي في دوري الابطال والخطه الجايه علشان نكسب ونعدي من السيتي. لما تنزل في ارضهم وسط جمهورهم وتديهم على دماغهم بالاسلوب والحلاوه دي، انا مش فاهم في ايه. طب الفرقه دي بتقول الموسم وحش، انا مش فاهم. طب بعد كده نفهمهم ان كل البطولات اللي بنلعب فيها دوري ابطال ولا إيه؟ اي بطوله في الابيض نيجي في الابطال الفرقه يا جماعه فرقه تانية، يعني مش دي الفرقه اللي بتفرج عليها في اي حاجه غير دوري ابطال. فرقه مختلفه تماما. انت مضيع 9 فرص تقريبا. الماتش ده المفروض يخلص 6 مش 3. مندي الكلب مضيع كوره والجون فاضي، يعتبر يعني الجون فاضي، وكذا عرض في الماتش. انت متضايق قوي ان احنا هنخسر بالاسلوب ده. تعالى نبداها ننظمه الدنيا. احنا الماتش ابتدى ازاي؟ الماتش ابتدى احنا دعكنا ضغط عالي قوي، فرص كلها لينا، ما فيش حاجه ليهم نهائي، الى ان ياتي الهجمه فارديول بيسندها لهالاند بصدره. اوفسايد بقى مش اوفسايد مش مهم، دي شعره كده 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 مش فارق، يروح حاططها. الجون الاولاني السيتي ما نبقوا خسرانين 1-0، وانا متيقن ان احنا المفروض نكسب. الاداء والفرص وكميه الفرص اللي احنا ضيعناها غريبه قوي ان احنا ما نكسبش. متضايق قوي لان احنا اللي نستحق مش هم. هو برضو الصراحه عمل كام تغييره في الدفاع عن الماتشات اللي فاتت. لا هي برضو عدلت السيتي عدله، لو ما كانش عمل التغييرات دي كان زماننا اديناهم سكور بجد. احلى حاجه ان انت في ملعبهم وسط جمهورهم عرفت تاخد منهم الفوز ده. لما نروح بقى هناك يبقى يحلها ربنا. كويس ان احنا طلعنا بالنتيجه دي. الولا برضو مبابي ما شاء الله النهارده كان فايق، جاب برضو جون التعادل. ضربه الجزاء دي مش عجباني يا جماعه، يعني في كل الدوريات دي ما تتحسبش النهائي يا جماعه. من انهي ناحيه ومن انهي ذوق ومن انهي زاويه دي تتحسب؟ اغلب الدوريات دي ما تتحسبش. حاجه ضايقتني جدا. المفروض كنا نعمل ايه علشان نتفادى ان هو يقع؟ احنا هو اللي وقع نفسه. الغريب برضو ان انت كنت حق منهم طول الماتش وانت خسران 2-1، واحنا بنقول احنا امتى هنرجع. مستر كارلو التبديلات متاخره قوي. لما تنزل دياز ومودريتش في الدقيقه 80 يبقى انت بتهزر. ده انت تقريبا دياز مأخره كمان عن مودريتش، يعني مودريتش نزل في الدقيقه 81 وده نزل في الدقيقه 85 باين او 84. مش كده هي مشت معاك النهارده ليه؟ لازم على اخر كل حاجه. كان ممكن يديك اكتر، تجيب جون رابع تريح بقى الدنيا خالص ونروح هناك مستريحين على الاخر. دياز نزل حط الجون التعادل وقعد يعمل نفسه ما بيحتفلش بتاعه، وهو هيموت من الفرحه اصلا. هو بيجيبش جون في طبيعي، فده بالنسبه له اعجاز في السيتي كمان. وكمان الجون الثالث فينيسيوس ضغط حلو. فينيسيوس بيضغط احسن واحد في خط الهجوم عندنا، بيضغط بلا منازع. ضغط اخد الكوره طلع انفراده طه لوب طالعه بره. انا اول ما الكوره وهي طالعه بره جبت سيره، يعني سيره الاجداد وسيره العائله وسيره اي حد يعني تبع فينيسيوس. بتاكل وبتشرب فندق 5 نجوم وبتنام نومه نظيفه، يعني انت المفروض نجم الفرقه وبيتصرف عليك ملايين ولابس جزمه بتمن ملعب بغزل المحله اصلا. كل الكلام ده وجاي انت حضرتك ضيع في الكوره زي دي، مش عارف توجهها ناحيه الجون. بلينجهام طلع من تحت الارض راح حاطط الكوره. انا بقول لكم ايه، انا كنت ناوي فعلا ما اتفرجش على الماتش. كنت حاسس ان احنا هنخسر خساره شديده. وبرده الناحيه الثانيه جوارديولا انت نزلت مرموش متاخر قوي، مش فرصه لمرموش نهائي. هالاند مش طبيعي، مستفز. سيبك انت، احنا ايوه هالاند جاب الجونين بتوع البتاع، واحد منهم ضربه جزاء، بس التاني اتفرج على الماتش بجد. اللي هيتفرج على الماتش الولا اسينسيو ما شاء الله حاطط هالاند في جيبه طول الماتش. غريب قوي ان احنا نبقوا متملكين دفاع وهجوم، ودي نادر لما بتحصل. وحتى وسط الملعب كان فايق النهارده. الولا سيبايوس عمل ماتش عمره النهارده. فغريب قوي ان احنا كنا نطلع خسرانين. فكنت متضايق جدا عشان احنا كنا، انت عارف لو احنا نستحق الخساره ماشي انا مش هتضايق، بس انا قاهرني ان احنا احسن منهم بكتير واحسن منهم بمراحل. يعني نعمل ايه بقى في ماتش العوده دي؟ ربنا يبقى يحلها هناك. بس انت كسبان 3-2، فانت مش هتروح هناك تهاجم، انت هتروح هناك هتلعب بخطه 11. يعني ايه؟ يعني هنقف كلنا ورا. اي كلب هيعدي نص الملعب يروح نص ملعبهم، يعني فاهم؟ المفروض انشوتي يجي مطلعه. احنا ده نلعب بكده. بس هي بقى الكارثه في ايه؟ ان احنا لو لبسنا جول هناك عندنا هنلاقينا بقى بنندفع جامد، ودي كارثه اخرى. الاول وفي الاخر الماتش ده فرحني. انا حاسس بنسبه كبيره احنا فعلا لو عدينا من السيتي ماتش العوده، لو تاهلنا على السيتي جماعه، ريال مدريد هيبقى موسم خيالي خيالي خيالي. ان شاء الله نتاهل، ان شاء الله كل ده يعدي. احنا بس كان نفسي ندعم بصفقه صفقتين كده يسندوا الفرقه شويه. انا بس نسيت اتكلم عن حد، معلش ده ما ينفعش يتفوت. كورته ايه ده؟ صد في كوره فودن شاطها رايحه في ال90، صدها صد لا ما شاء الله ليفل تاني. ايوه ما بيعرفش يطلع بالكوره نهائي، هو اي كوره بتجيله بيجي مطوعها، بس مش مهم، يعني مزاياه اكتر من عيوب. اوحش حد في الماتش رودريجو، مختفي تماما،
ما اعرفش هو فعلا بيلعب ناحيه الشمال ان هي ناحيه فينيسيوس احسن من ناحيه اليمين اللي هي بتاعته اصلا المفروض. انا مش عارف. انت بقى مستر كارلو المفروض تلاقي حل، تدخله مثلا جوه في النص، تعمله اي حاجه. هو حتى الولد بتلاقيه في الماتش بيتطرف ناحيه فينيسيوس، فلما يتطرف ناحيه فينيسيوس تلاقي الملعب بتاع مدريد مايل ناحيه الشمال كله. يعني احنا لو جيت بصيت كده على الملعب من فوق تلاقي الابيض او البرتقاني بقى النهارده كله مايل ناحيه الشمال. كانجي برضو قبل ما يطلع قبل ما يتصاب كان ماسك فينيسيوس كويس قوي. لويس ده كان ماسك فينيسيوس لحد ما غلط غلطه اللي هي اخر كوره اللي هي الجون اللي جابه بلينجهام، اللي عملها لوب طلعت بالغلط. مجملا احنا كده الاداء كويس، كده الاداء بيتحسن، كده الموسم في طريقه للحاجات الحلوه والحاجات الجميله. ان شاء الله ان شاء الله نكمل على المستوى ده، نتاهل بقى من السيتي وتفرجوا على مدريد تاني تماما باقي الموسم. يا رب تكون عجبتكم الحلقه. كان معاكم زيكا، سلام عليكم.